3 أسباب ممكن تخلّي شخص يتقل عليك أو يبقى متغيّر معاك مرّة واحدة. لمّا تلاقي شخص بقى متغيّر معاك من غير سبب أو بيتقل عليك من غير سبب مع إنه كان مهتم بيك جدًا، اعرف إنه في 3 أسباب ممكن تخلّي شخص يعمل كده. أول سبب إنكم بتكونوا بتتكلموا كتير جدًا كل يوم، فبيبدأ يمِل لإن ما فيش جديد، وساعتها بيبعد شوية من نَفْسه، لإنه أكيد مش هيقول لك أنا هابعد شوية عشان ملّيت، لأ ما بيقولش كده، بياخد مساحته على طول. وانت لو مكانه هتعمل كده، فلازم تتفهم ده على طول وتستنى شوية، وانت كمان تاخد بريك وتشوف حياتك، هتلاقيه رجع تاني يهتم. تاني سبب بيكون هو أصلا مقرب عشان يعلقك بيه، فأول ما بيشوفك بتبدأ تتعلق بيه بيروح يبعد عنك عشان يشوفك متلهف عليه وبتجري وراه، وده الشخص المؤذي في موضوعنا كله. تالت سبب ممكن تخلي شخص يبعد عنك لوحده، وهو لو شايف عدم اهتمام منك فعايز يلفت نظرك، فبيبعد عنك مرة واحدة عشان عايز يشوف اهتمام منك وعايزك تحس بوجوده. ومحدش يقولي لأ في سبب رابع إن هو ممكن يبقى في حاجة مضايقاه، لأ، لأن لو في حاجة مضايقاه هيبقى باين من طريقته وأسلوبه معاك، فأنت لازم تعرف تفرق، عشان ما ينفعش إنك تروح تكلم الشخص اللي بيتجاهلك أو بيبعد عنك من غير سبب وهو أصلا مش عايز يكلمك قصدا.